السلام عليكم حبيبي، عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير وفي سعاده وراحه بال. انا ريهام ودي قناتي، وبجد بدعي لكم من قلبي ربنا يبارك في صحتكم وفي اولادكم وفي بيوتكم ويرزقكم راحه البال، امين اللهم امين. لو انت جديده معانا هنا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله. وما تنسيش اللايك الجميل منك كده وتسيبي لي كومنت عسل زيك، لانه بيفرق معانا جدا. تمام يا حبايبي. النهاردة روتين جديد ومختلف جدا. ان شاء الله يومكم يكون مليان بركة وطاقة ونشاط كده وطاقة ايجابية ان شاء الله بإذن الله. النهاردة اول يوم دراسة وما ادراك من اول يوم دراسة. تمام. صحينا حوالي كده، بصراحة صحي الساعة 5:30، لاني في 100 حاجة بعملها. اللي هو مثلا قمت الساعة 5:30، قمت جبت العيش، وكمان جيت صحيت بنتي وسرحت لها، يعني سرحت لها شعرها بياخد معايا وقت، لان تبارك الله ربنا يحميها يعني. شعرها بياخد معايا وقت، فلازم ان انا اصحى قبلها ب يعني ساعة او نص ساعة، علشان ان انا يكون معايا وقت كفاية ان انا اظبط لها شنطتها، اظبط لها لبسها، اظبط لها شعرها. ما نكونش متسربعين او نقوم على اخر لحظة. وكمان عملت لها اللانش بوكس بتاعها. عملت لها كده 2 بيض و2 جبنة. جبت كده بيضة و سلق، يعني مش سلقتها انا. آه اللهم صل على النبي. عملتها في الطاسة كده، اللي هو حمرتها في الطاسة. البيض المفقوش اللي انتوا عارفينه دوت، هي ما بتحبش البيض المسلوق تاخده معاها المدرسة. وبصراحة بيخلي ريحة العيال زفرة كده، فما بحبش اديها بيض مسلوق. او لو سلقته بحمره كده او بشوحه كده في معلقة سمنة او اي حاجة، بحيث ان هو الزفارة ما تكونش، اللي هو بتاعة الصفار ما تكونش يعني جامدة. تمام كده. وعملت لها كمان 2 جبنة، كان عندي علبة العبور دي، وعملت لها 2 جبنة و2 آه اللهم صل على النبي بيض. طيب، انا بنتي مش هتاكل ال4 سندوتشات دول كلهم. هو السندوتش عامة مش كبير ولا حاجة، بس هي من النوع اللي ما بتحبش تفطر. يعني ال4 سندوتشات دولي، يعني ممكن واحدة صاحبتها ما يكونش معاها اكل، فزودوا دايما لعيالكم في السندوتشات في اللانش بوكس. لان والله السنة اللي فاتت بنتي جت قالت لي يا ماما كانت زميلتي بتعيط، وبعدين المستر قال لها بتعيطي ليه؟ قالت له بطني بتوجعني. فبيحاول ان هو يهديها او يديها مسكن او كده. فسألها بطنك بتوجعك ليه؟ اكلتي ايه؟ عملتي ايه؟ قالت له ما اكلتش. فليه؟ طلعي اللانش بوكس بتاعك وكلي، انا مش هضربك ولا هعمل فيكي حاجه، هسيبك تاكلي عادي. فقالت له لا يا مستر، علشان انا معيش اكل وماما بطلت تعمل لي اكل. فدايما يا حبايبي ما تعرفيش ظروف الناس اللي حواليكي ايه، فدايما يكون مع بنتك كده او ابنك سندوتش زيادة او سندوتشين، بحيث ان هيكون اكيد او مش اكيد، يعني كنت تصدف طفلة، يعني ما يكونش معها سندوتشات. مامتها مش قادرة تديها سندوتشات، فعادي يعني. الراحمون يرحمهم الله. فخليكي دايما رحيمة، فربنا دايما يرحمك ويرحم أولادك ويبعتلك اللي يرحمك برضه. تمام كده. ده منظر الأطفال كده في المدرسة. شايفين تبارك الله بسم الله ما شاء الله. ودي زحمة أول يوم مدرسة، معروفة طبيعي يعني. وكده كانت بنتي دخلت الفصل، و ده الفينو. هعمل معاكم الفينو. بصراحة اليوم ده ما كانش عندي حاجة ان انا اعملها، لاني كنت منظفة البيت وغسلة المواعين وعاملة كل حاجة قبلها بيوم. يعني مصبح المدرسة انا كنت مخلصة كل حاجة بالليل. ما كانش عندي وقت ان انا اصور، ولا كان عندي وقت ان انا بصراحة كسلت ان انا افتح الكاميرا، لان انتوا عارفين التصوير بياخد وقت، ولازم تكون عاملة حسابك في كل حاجة بتعمليها. اللي هو انا ما ببانش في الفيديوهات، دايما كل حركة او كل خطوة ليا بتكون بحذر شوية. فبصراحة كسلت، اللي هو كان الجو حر
كنت على راحتي وعلى طبيعتي اكتر، فمرضتش ان انا افتح الكاميرا. تمام كده. طيب ده كان قبل المدرسة بيوم. كان المفروض انزل معاكم وصفة العيش الفينو، علشان حبايبي اللي مش عايزين يشتروا بصراحة ده بوفر معاكي كتير جدا جدا. من كيلو دقيق طلعت اللهم صل على النبي 35 كوز من اللانشون. اسفة، 35 كوز من الفينو. رغيف من الفينو دوت، هو لا كبير اوي ولا صغير اوي، وبالنسبة للأطفال هو مناسب جدا. وكمان ممكن تصغرها عن كده أو ممكن تكبرها عن كده، انتي وراحتك. تمام كده. انا معايا كيلو دقيق، استعملت الكيلو الدقيق باكو من الفانيليا، اسفة، الخميرة. وكمان معلقتين سكر ومعلقة ملح. تمام. ومعلقة خل و6 معالق من الزيت. تمام كده. وممكن تحطي بيكنج باودر علشان يخلي العجينة السندوتش كده هش من جوه مفرغ، بس والله ما كانتش محتاجة البيكنج باودر. تمام كده. وهننزل بالمية تدريجي. العجينة دي اخدت مني اللهم صل على النبي 3 كوبايات الا ربع من المية. وعلى حسب كل نوع دقيق على حسب ما بيلم. وهنا كده 6 واتين بنتي. انا بحب ادلعها جدا، لان ما عنديش اللي هي بنت، فده من البنات بيحبوا الدلع، فدايما دلعي بنتك وجبري بخاطرها دايما. ولما تقولك يا مثلا عايزه اساعدك في حاجه، ما يجراش حاجه، خليها تساعدك. هي هنا حطت شويه وبعد كده فضلت تزن عشان تصب عليا ميه، وبعد كده حطت شويه وبعد كده مشيت، ما رضتش ان هي تقعد ماشي. فدايما خليكوا دايما حنينين كده ورفقا بالقوارير. فمش لازم دايما تزعليها، ما تقولك يا ماما عايزه اعمل معاكي حاجه، خليها دايما تعمل ماشي كده. وهنا ابني كمان كان عايز يعمل زيها، قلت له لا، لانه هو صغير لسه مش هيعرف يصب عليا ميه. فانا كده بقيت اصب من الازازه في الكوبايه وانزل شويه شويه، شويه ميه صغيرين بشويه ميه صغيرين، لان مش كل نوع عجين زي بعضه، نوع بيفرق عن نوع. هفضل اعجن كده، اعجن كويس لحد ما الم العجينه دي كلها. بالظبط اخدت معايا 3 كوبايات الا ربع من الميه. وممكن تحطي باكو اللهم صل على النبي، باكو من اللبن البودر. ممكن كمان تزودي كوباية من اللبن، كمان بيدي غناوة ودسامة للعيش الفينو، بيكون جميل جدا. هنا بقول لكم ان العجينة خلاص سابت الطبق نضف، وايدي كمان نطفت. انا ما غسلتش ايدي ولا حاجة، دي كده نطفت خلاص. هغطيها كده بكيس بلاستيك، واغطيها باي حاجة، فوطة او غطا للحلة او غطا لاي حاجة، او صينية كمان. يعني اي حاجة تغطيها عشان الخميرة تشتغل. تمام كده. وده حجم الكورة اللي انا بكور بيها الفينو. انا رجعت كمان قللتها عن كده لان حسيت ان هي هتكون كبيرة شوية. تمام. فدي الطريقة اللي انا بكور بيها الرغيف علشان يرتاح. انا بعد ما سبته خمر هسيبه تاني يرتاح بعد ما اكوره. وبعد ما اشكله على شوية زيت كده، الزيت ده كتير انا شلت منه. وبعد ما هشكله على الزيت افرده يعني، او ياخد شكل الفينو، هسيبه كمان يرتاح لحد ما يعلى خالص ويدخله الفرن. تمام يا حبايبي. انا شوفوا انا بفرد كده، بتفرديه زي رغيف العيش كده، بس ولا بترقيها خالص ولا بتسيبها تخينة. وبعد كده بتروليها زي ما انتوا شايفين حبايبي كده، بتروليها. انا اسفة اللي كان بيصور، معلش معذرة يعني، اللي كان بيصور ما كانش جايب الكادر كله يعني. فزي ما انتوا شايفين كده، لمينا الرغيف كده وبنلمه من الجوانب وبنبرمه كده شوية. وكمان يا حبايبي بنديله خبطتين كده عشان
المقاس اللي انت هتعمليه هيثبت عليه. زي ما انت شايفين كده، خبطتين من كل ناحية هيثبت على الطول اللي انت عايزاه، غير لما بتشكليه انتوا عارفين ان العجينة بترجع تكش شوية، فالخبطة دي بتثبت المقاس اللي انت عايزاه. وهحطه كده في الصينية زي ما انتوا شايفين، ده الكبير منه وده الصغير. وكده انا دخلته الفرن، هو مبيقعدش 10 دقايق على بعض، وما تسيبوهوش في الفرن كتير عشان ما ينشفش منك. وبعد ما تطلعيه يا حبيبتي تدهني الوش كده ايه، فرشة وفيها مية، وتلمعي الوش وتغطيه. البخار اللي على الوش ده هيخليه طري. مع السلامة حبيبتي.